ده اللي بيدفعني اسالك قد ايه الاكتئاب بيؤثر على الهرمونات الجنسيه ويتسبب في ضعف في الحصول على اللذه وضعف في الانتصاب ومن ثم ضعف في السعاده الجنسيه. انا خليني الم لك كل ده واقول لك اصلا يعني التعريف او الديفينيشن بتاعت الاكتئاب عباره عن ايه. الاكتئاب هو عدم القدره على التفاعل الايجابي مع اي شيء. يعني مفيش حاجه ليها طعم، مفيش حاجه تفرح، مفيش حاجه تضحك، مفيش حاجه تسعد. فاهم قصدي؟ لانه حتى دي مطلوب ان احنا نتلقى الخبر مثلا وبعدين يبتدي ان هو يمشي يروح للجهاز العصبي، الجهاز العصبي يبتدي يحطه في فايل ان دي حاجه المفروض ننبسط بيها، فبيطلع بيفرز حاجات معينه فبتروح لمركز الفرح في المخ وهكذا. فلما يبقى في اكتئاب، في قلق بقى، في قطاع طريق بقى، قطاع طريق على كل المستويات دي. فالجنس هو ما هو الا وظيفه من وظائف الجسم. فبالتالي برضو حتى الوظيفه الجنسيه دي هي داون، يعني زيها زي مثلا رغبه في الاكل. تاكل ايه في العادي وتقول لي انا عايز اكل كذا وكذا وكذا، اللي عنده اكتئاب يقول ماليش نفس اي حاجه اي حاجه خلاص اللي تجيبيه مثلا. وبعد ما ياكل عجبك الاكل، هو انا اكلت ايه يعني؟ طبعا في دي اللي هي افظع الاشكال، في حاجات بقى متدرجه كتير جدا وانواع 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 من الاكتئاب. وفي اكتئاب له علاقه بالفصول السنه، يعني في مثلا الحر والبرد والربيع والخريف، في اكتئاب له علاقه. ده بيأثر على الجنس برضه؟ ما هو كل انواع الاكتئاب يعني امتى ايه الفصل اللي فيه اكتئاب؟ في بعض الناس مثلا بيجي لهم اكتئاب لو يوم الشمس ما طلعتش. فاهم قصدي؟ وبالتالي بيبقى اكتر النوع ده بيبقى كتير جدا في شمال اوروبا، اللي هي البلاد اللي ساعات بتقعد مثلا بالثلاث اربع اشهر ما فيش شمس يعني الحمد لله على نعمته يا رب. وده عشان كده بيكتر قوي في السيزون ده الانتحار. لكن طبعا يفتي في الكلام ده الاطباء النفسيين الزملاء اكتر مني واحسن مني. يعني انت ساعات بيجي لك حالات مرضيه تحوليها لدكتور نفسي؟ طبعا طبعا طبعا، يعني لو هو اكتئاب في فرق، بس احنا كلنا بيجي لنا يعني في كام حاله بتجي لك العياده عندها اكتئاب يؤدي الى ضعف جنسي؟ لا يعني انا هقول لحضرتك، يعني هو لازم نفرق ما بين، يعني في كده زي اختبارات بنفرق بيها ما بين الاحباط او الضيق اللي كلنا بنصاب بيه. احنا مثلا يقول لك انا مكتئب النهارده، لا ده مش اكتئاب، احنا بنقولها كده كلمه مجازيه. هل الخريف شهر الاكتئاب؟ طبعا، ما انا بقول لك يعني هو عموما اي حاجه ما فيهاش انطلاق، يعني اي حاجه ما فيهاش ان انا اشوف شمس واشوف هواء وان انا اقدر اخرج وان انا اروح واجي و فحاجه يعني اذا ممكن ان احنا بس دي بتبقى ممكن شخصيات سويه بس بتصاب بحاله من حالات الاكتئاب في هذه الاكتئاب يؤدي الى ضعف في الانتصاب؟ يعني الاكتئاب يؤدي الى سرعه قذف. سؤالين مهمين. التقادم بمعنى ان هو بشكل مباشر لا، هو ملوش علاقه بالاعضاء الجنسيه نفسها، بس لما يبقى فيه يعني تراكم وفي تقادم في الموضوع، يعني اسبوع ورا اسبوع، شهر ورا شهر، فطبعا اصلا العضو الذي لا يستخدم يضمر، فبالتالي ان هو العضو الذي لا يستخدم يضعف. فهي دي الفكره على مستوى جسمنا كله. الذي لا يستخدم، اذا ان عدم القيام بالممارسه الحميمه يؤدي الى ضعف يؤدي الى نوع من ضمور الاعضاء. طبعا، يعني مثلا هقول لحضرتك انا كتير قوي بيجي لي في العياده حد مثلا، دي معلومه جديده، يعني دي معلومه اول مره نقولها في البرنامج. حتى انا هقول لحضرتك عدم الممارسه يؤدي الى ضمور العضو الذكري مثلا عند الرجل. بمعنى كلمه ضمور دي يعني خلاص ده بيبقى خلاص بيختفي يعني، او بيبتدي يفقد يعني بيسموه ايه وظيفته تماما. لا، هي في قاعده عامه ان العضو الذي لا يستخدم يضمر، لكن احنا لو عملنا بقى ابلكيشن او لو احنا طبقنا ده على الاعضاء الجنسيه بنقول ان هو لما مثلا الايد ما تتحركش كتير، الايد العضلات بتاعتها هتصغر وتضعف. عشان كده مثلا في كتير جدا بيبقى مثلا ما بيتعالجوا من الضعف الجنسي قبل الجواز، انا بتكلم حتى على قبل الجواز، على اساس ان هم يتجوزوا احنا بنفضل نديهم حاجه اسمها سبورت ثيرابي. يعني ايه؟ يعني علاج يفضل ما دام وصلنا لدرجات كويسه الحمد لله اتحسنا في الضعف الجنسي، نفضل ناخد كذا وكذا وكذا لغايه امتى يا دكتور؟ لغايه اما اتجوز. ليه؟ لانه لما يتجوز هو اساسا الممارسه دي تدريب للاعضاء، فهيبتدي يبقى الدوره الدمويه تقوى وهيبتدي الدوره الهرمونيه تقوى، فهيقوم يعني الكلام ده كله بقى وممارسه في حد ذاتها هتقوم مقام الحاجات اللي هي بنديها كسبورت او كمسانده للاعضاء.